هنعمل النهاردة كريب، عيش الكريب او عيش اللي هتعملي بيه شاورما. معايا لبن وزبادي سمنة زيت سكر، ملح، معلقة خل. كل ده هنضيفه كله على الدقيق ونعجنه حلو، وهتكملي طبعا بمية. هتعجنيه، هتعملي منه كمية. انت عايزة تعملي كمية كبيرة وتعينيها في الفريزر، في اكياس في الفريزر، تطلعي منه وقت ما انت عايزة، مفيش مشكلة. وسيبيه يرتاح ربع ساعة، وبعد كده قرصيه، قطعيه قطع كده على قد ما انت عايزة، وتسيبيه يرتاح برضه ربع ساعة. اهم حاجة في العجين بعد ما تعجنيه تسيبيه يرتاح، يعني تعجني حلو الاول وبعد كده تسيبيه يرتاح بقى. تيجي تفرديه تلاقيه سهل في الفرد، وتلاقي العيش يطلع حلو ويطلع جميل وشكله حلو وريحته حلو. خلاص احنا عملنا الكمية قرصناها، وهنسيبها برضو ترتاح شوية علشان خاطر تبقى سهلة في الفرد. والعيش ده ما هو زي عيش المطاعم اللي بنجيبه، عيش الكريب اللي بنجيبه من المطاعم عمرهم ما هيفردوا كده، وعمرهم ما يحطوا لبن والحاجات دي وزيت والكلام ده، بيبقى ملح ومية وبس. واحيانا بيعملوا في الخلاط بيضة على ملح على مية، ويضربوا الدقيق في الخلاط معاهم، ويقوموا بقى فردينه على الصاجة اللي هم بيفردوا عليها في المطاعم، لان هم عمرهم ما هيخبزوا كده. احنا بنعمل حاجة في البيت تبقى حاجة بيتي، تميز عن بتاع المطاعم، تبقى طعم وريحة وقيمة غذائية اعلى. انت بتعملي في بيتك حاجة لولادك، فلازم تعملي لهم حاجة تكون حلوة احسن من اللي جواها من المطاعم. خلاص هتفردي العيش بعد ما سبتيه يرتاح شوية، وهتحطيه على البوتاجاز. سخني الصينية وما تعليش النار قوي، يعني النار تبقى في الوسط، وتقلبي الصينية، تكون الصينية مغسولة حلو، وتقلبيها وتعملي على الظهرية بتاعة الصينية. آه زي ما حضراتكم شايفين، شوفي العيش جميل ازاي وكمان مرتاح، بيقب كأن انت حاطه خميرة او بيكنج باودر. لانه مرتاح يعني قرصتيه وركنتيه ارتاح شويه، وفي الفرد برضو ما تعبكيش، يعني في الفرد ما يتعبكيش زي ما حضراتكم شايفين. كل الكميه اللي عملتها وطري وجميل. اهم حاجه تغطيه ساعه ما تخرجيه على طول من على النار. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.